القصة حدثت عام 1325 هجري، والسنة هذه سميت يعني سنة الظاهر الجديري الرحمة أو الرحمة، ومات فيها خلق كثير. هذه الأبادية من 10 بيوت قطين وأصيبوا بالمرض في شمال المملكة. والحقيقة يعني يقولون حفار القبور ما يرفع ظهره. سبحان الله. والقصة هذه كثيرة، أو الأوضاع هذه كلنا عاشرها في المملكة، أو ما عايشها يذكرها. كم 1325 إلى 30، يعني في التواريخ هذه. الشاهد بالكلام، البيوت هذه قطين بادية، جاهم المرض أصيبوا فيه، ماتوا كل القطين، ما بقى شريدتهم حرمتين، واحدة من الحريم عندها ولدين، كلهم ماتوا. فجنبهم هجرة أو قرية صغيرة فيها قصيرات، راحوا يشوفونهم، لقوا هالحرمتين ولقوا البيوت كلهم ميت في بيت، ما قدروا حتى يقولون يدفنونهم من كثرهم. أخذوا الحرمتين هذه والطفلين وجابوهم عندهم في الديرة. على قولة القائل عاشوا معهم حدود شهر شهرين. واحدة من الحريم لها أخت متزوجة في شمال المملكة زيادة بعد. قالت للي هي عنده، اللي لقيت قافلة بتروح للشمال ودي أروح معهم. قال يصير خير. الظروف يعني الحمد والشكر لله على الفضل. احنا يا رجل تفتح الدولاب ما تدري ايش تلبس، تفتح الثلاجة ما تدري ايش تاكل، الصيدلية جميع انواع المستشفيات على يمناك وعلى يسارك، بل ان التطبيق الان الدكتور يعالجك بالتلفون. الحمد لله. بالتلفون تدخل معي في محاورة على حساب الدولة. الحمد والشكر لله. هذا الله يجزاه خير راعي البيت اللي هو شاف له قافلة بعد 3 شهور من سكناهم عنده، قال يا الربع عندنا حرمة وعيالها 2، اخت لها في الشمال واهلها موتوا، ولا لنا عندنا يعني سنة، فنبيكم تاخذون معنا. قالوا والله ان ابلنا اهزال ولا عندنا شيء نشيله، انسانها بتمشي على رجولها ونشيطه الله يحييها، اما غير هالشيء ما عندنا. والعيال قالوا العيال واحد عمره 6 سنوات واحد عمره 7 سنوات، قال هذه لا نشيلهم على ها. وسالوا المرأة قالت توكل على الله، عطاها مثل من عطاها طحين وتمر وشوي ماء ومشت معهم. الله يعزكم ايضا عندهم تلب، وتلب هذا من ما مات موجود معهم ولحقهم متربي مع هالعيال ويحرس العيال، ما غير يدور على هالقافله وعلى هالعيال. مشوا المسير بين المكان اللي هم فيه وبين المنطقه اللي فيها اختهم، اللي فيها اخت المراه هذه 20 يوم. يوم مشوا لهم 15 يوم، ويجون هكا المنزال وينزلون فيه، مكان زين وسهل ورمل نازل، ويضحون فيه. قال امير القافله ترانا نتعشى وبنمرح الليله ومن بكره نمشي، خايفين على ابلهم انها تهلك لانها تعبانه. امرحوا يوم جا نص الليل الله يعزكم للسلب ينبح، يروح على العيال محل منامه ويصيح ينبح. قاموا ويناظرون أم داب ولا شيء، ما في شيء. رجعوا ناموا الا السلب برته ثانيه ينبح، نباح نقشر. قم انت يا امير القافله، قال للمراه اللي هي عندي، قالت خذي تلبس وبعدي عنا ازعجنا، احنا ورانا ممشى وجايين تعبانين. هالمراه اخذت عيلها وخذت السلب وراحت على احد هالهضاب وقام راحت فيه. يوم طلعوا عن هالمكان واسكت انت يا السلب الله يكرمكم. يوم جت الساعه 3 الفجر وتجيهم هواء قوي صلف، اثر جاي مطر جذيب من بعيد وماشي، والسلب شام من ريحته وبيحذرهم من هالنزال اللي هم فيه. ما شاء الله. وضفهم. لا. اللي ما سلم عطب. شال عفش لهم، شال حلال وزادهم. هذا المرة هي وعيالها سلموا. بقى منهم من بقى الناس حيت، لكن كثير منهم انعطب حلاله. اي طلعوا فوق ومشوا، عرفوا ان السلب كان ينبههم لشيء سبحان الله الله راد. مشوا كملوا المسيره لين وصل الديره اللي فيها المراه او الهجره اللي فيها المراه. المراه ما في هجره في البر. جات عنده خيتها ولا والله تستقبلها يا هلا ومرحبا، ولا زوجها قالوا خيها اطيب الله يحييك الله يحييك، ترى عين فراش عين الحاف. صارت عند اختها عندها هالورعين والله يعزكم هالسلب. عاشت معهم شهر شهرين 3، تسن الاخت اللي جاتها غايره، ما جاها عيال وهذه عندها عيال، وشافت زوجها يروح بها خافت انه يطلقها ويتزوج اختها.
هذا ترى يحدث. تفكير. لازم تعرفون هالامور هذه من سنين. قامت تتعبها بالحطب، تتعبها بالماء، تتعبها بحلب الغنم، تتعبها بهالكلام. الزوج يشوفها قال يا بنت الحلال هذه ضيفة عندنا، ما هو بحق عليك. قالت مو بشغلك، ولا انت تبيها بعد تطلقني وتتزوجها. قال انت عقلك ضعيف. وصار ترهقها بالطلبات وبالعلوم اللي يعني ما لها سنع. المرأة ساكتة وتسمع هواش الرجل مع المرأة في هالموضوع هذا، ولكنها ساكتة. اختها جاية عند اختها، يوم خذ 2 أو 3 ولا المرأة ذاك اليوم تعبانة، قامت رجال ودخل السوق اشتري لها خربوش بيت شعر من فلجة واحدة، وروح وابنه بعيد وقال للمرأة انت وعيالك هناك خلاص لا تجيني، روي نفسك وهذا ولا تبلشين في اختك ولا تبلشين، عدي نفسك ما انت معن، بس عيالك وانتي انا مسؤول منكم. ورجالنا على قد حاله. قالت الله يجزاك خير ويبارك فيك. المرأة هذه زاد، قالت الحين الزوج هذا حط لها بيت الحين خلاص ما شاء الله. قعدت لها فترة، الله يعزكم هالسلب مبروك. جنبهم مثل ما تقول حصن للاتراك، السلب يروح لها الحصن ويرجع، يروح لها الحصن ويرجع. جاء ذاك اليوم قام يحفر تحته، العيال لحقوه، المرأة رايحة المدينة تجمع حطب، يوم جت ولهم جايبين معهم جرة تحت هالحصن حافرين هالعيال مع السلب ولاقينه. من وين جبتوها؟ قالت والله يا امي السلب راح عند الحجر الفلاني وحفر وطلع الجره وحنا جبناها ما ندري ايش فيها، ولا هي مختومه. يوم فكتها له يجنيها الذهب. ما شاء الله. وتشوف وتناظر تقول الحمد لله والشكر لله على رزقه. خبت الجره هذه وزتها وراحت للرجال، قالت يا فلان، قالت العلم سلامتك ابيك تجيني. يوم جاء قالت هذا ما صار هذا ما صار، وانا وش اسوي فيه؟ قال هذا رزقك توسعي به والله يبارك لك، هذا من الله سبحانه وتعالى. قالت والله انه نصه لك. قالت والله تاخذ نص. يا سلام. قال هو يروح يصرفه في الديره اللي هم فيها وياخذها معه وتشتري لها جمل وتشتري لها على قوت القايل ما تحتاجه من دقيق وسكر تكبر البيت. المرة ذيك شبت، قالت الحين من وين جات الدراهم هذه؟ اكيد في بلاء. صارت مشاكل بينها وبين اختها. قالت يا اختي فكيني من شرك والله العظيم ان هذا رزق من الله ساقني. قالت لازم تعلميني. قالت مش علمت عليش، هذا رزق ساقها الله لنا وبس، ذهبات عندي بعتها والحمد والشكر لله. الرجال درى ان هالمره ما هي بساكته عن هالمره الا بتوذيها، حتى انها عندهم راعي خبر راحت وقالت للراعي ليش ما تتزوج؟ قال من بياخذني؟ قالت فلانه. قال هذه شيخه اختس بتزوجين اختس وانا هذا وضعي شفها، ونقد عليها بعد الراعي. راحت علمت زوجها، قال زوجها انت خبله والله ما ضبطتي ترى بيصير علم ثاني. خافت عاد يوم هددها زوجها. سبحان الله الرجال هذا له تاجر في السوق، خوي له ارمل متوفية زوجته، جاء وكلمه قال يا فلان انت ما ودك تتزوج؟ قال لا. قال انا خابر لك اخت زوجتي مرت سنعه وظفره وطيبه ودي انك على قولة القايل تجي تخطبها. قال والله رايك زين. تزوجها التاجر صارت حرمة الله وعاش وياها. اللي انا اقصده فيها القصه هذه الغيره. انا عندي 3 رسائل ابغى اوجهها للنساء. الغيره من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم الامر هذا. الرساله الاولى للحريم. الحين انت لما تؤذين زوجك ولا اختك ولا صديقتك تغارين منها على ايش؟ على ايش؟ انت تدورين ما عند الله سبحانه وتعالى وتضيعين حسناتك في غيره وفي حقد وفي حسد على ناس انت تحبينهم. من اهم المشاكل اللي تصير في المنازل الان وفي البيوت غيرة المرأة على الزوج، او غيرة المرأة من مرأة ثانية، او غيرة المرأة من ناس يملكون صفاتها. الغيرة مطلوبة في الدين، مطلوبة في شرع الله، لكن بحدود وبحكمة. الرسالة الثانية للزوج. اذا شفت زوجتك حاضرة من عرس ولا جاية من حفلة ولقيتها منتفخة، هدها وطف النار اللي في قلبها وذكرها بالله وذكرها بالآيات. غالبا الغيرة تكون عند النساء. احرص على أنك توجه التوجيه الصحيح. أنتم سكن البعض. مو بتجيك المرأة وتجيك تقول فلانة سوت وفلانة ما سلمت عليه وفلانة تكلمت عليه ثم أنت تزيدها. خلك عاقل،
حلوا مشاكلكم بهدوء، انتبهوا. أنا عندي قصص كثيرة في هالموضوع هذه، لكن أخذت القصة هذه القديمة عشان أعلمكم التاريخ. إن كل الناس عندهم الأمر هذا، لكن نحتاج الناصح، نحتاج الرجل اللي يوجه، نحتاج الإنسان اللي يقود بيته بحكمة وروية. كونها تجيك وهي حاضرة الحفلة، وهذا كثير في البيوت، من يوم تجي من العرس ثاني يوم تقعد مع زوجها بالدلة وتجلس تشرح له شو اللي صار في العرس كامل، وهذه ما ادري ايش فيها، وهذه وين حكمتك؟ وين إدارتك لبيتك؟ وين علمك وشرعك وصلاتك اللي انت تصليها؟ اذا ما نفذتها في هالوقت هذا ووجهت زوجك التوجيه الصحيح، ترى بيصير عندك مشاكل الله بها عليم. هذه من القصص اللي حبيت اني اذكرها، اسال الله العلي العظيم ان ينفع فيها، وجزاكم الله عني كل خير. محمد في جزاه الله خير.